اكتر سؤال بيتسأل حاليا هو فيلم ذا سيفن دوجز هيتعرض امتى يا جماعه؟ المفروض ان هو كان ينزل السنه دي لان كان مكتوب في الاعلان بتاعه ذيس ييرز، المفروض ان هو السنه دي يعني يتعرض، ولكن شكله لا مش هيحصل السنه دي ابدا. وسالت شات جي بي تي لان بصراحه ما كانش فيه اي معلومه بتقول الفيلم ده هيتعرض امتى، فقال لي ان هو في شهر 7 اللي جاي. ف ماشي، ده منطقي لان السيزون خلاص يا جدعان، احنا في مدارس وفي شغل والشتاء والكلام ده مش وقت سينما. السينما بتكون في الصيف، يا اما طبعا البيك بتاعها او افضل حاجه انها تنزل الفيلم بتاعك ده ينزل في العيد، علشان من الاخر كده يلم فلوس كتيره جدا. ففكره ان الفيلم ينزل في الشتاء او ينزل مثلا في الكريسماس او ينزل في الحاجات دي، لا ما اظنش ان الفيلم ده ينزلوه في الوقت ده خالص. ده عايز الافلام اللي هي على الهادي شويه، مش الحاجات اللي هي انتاج عالي وعايزين يكسبوا فيها. عشان كده انا حاسس ان كلام شات جي بي تي منطقي، وان ممكن فعلا ينزل في شهر 7. ليه في 7 مش عارف برضه، يعني انت فاهم، يعني انا حاسس انه هينزل في العيد او هينزل في الصيف. امتى في الصيف الله اعلم. فدي كل المعلومات عن هذا الفيلم هيطرح امتى، عشان ما حدش يسالني تاني، لان انا مش من صناع العمل يا جماعه والله. يعني حاولوا تخشوا تسالوا استاذ كريم عبد العزيز. ده يعني ده المعلومه اللي انا عرفت اتوصل ليها. ف وما تنساش اللايك وتابعني، بنزل محتوى عن التمثيل. وسلام.